طريقة ازاي تتعلم لغة في شهرين بالظبط بطريقة مضمونة. بس الأول لازم تعرف انت ليه بتحتاج تتعلم لغة. أولا 80% من طرق السفر اللي هتسمع عنها سهلة أو صعبة بتكون متوقفة على اللغة، وأهم ركن فيها عشان تسافر هو اللغة. تاني حاجة، لو انت قدرت تسافر إن شاء الله أي دولة أوروبية، حياتك وشغلك والدنيا كلها واقفة على إنك يكون معاك لغة البلد اللي انت سافرتها، بالأخص ألمانيا. عشان تكح في ألمانيا لازم تكح بالألماني عشان حد يقول لك مالك. طيب ايه هي الطريقه اللي من خلالها هتقدر تتعلم الماني او اي لغه تانية في شهرين بالظبط؟ اول واهم مرحله وانت بتتعلم اللغه هي اول اسبوع. هضرب لك مثال على اللغه الالمانيه. لو انت عايز تتعلم الماني، اول اسبوع هتفتح فيديوهات ضياء عبد الله، هتتفرج على الفيديوهات، والفيديو اللي يخلص تتفرج على اللي بعده. مش مطلوب منك تفهم، مش مطلوب منك تحفظ الكلمات. اول اسبوع ده بس انت بتتعود على سمع اللغه، وهتشوف كلمات 14 حرف، وهتشوف ادوات غريبه. مثلا هتلاقي الجزازه بتاخد الاداه بتاعه المؤنث، والبنت اللي هي الصغيره بتاخد الاداه بتاعه المحايد. كل ده ما تشغلش بالك بيه، اول اسبوع مش هتفهم حاجه. المطلوب منك انك تستمر وتعدي فيديوهات لحد لما دماغك تبدا تستوعب نطق الحروف والمقاطع الصوتيه تسمع. وقت ما تاخد جو اللغه بعد اول اسبوع هتبدا من الاول تاني، واللي هتتفرج عليه اللي انت شفته في اول اسبوع هتفهمه المره دي. طيب انت خلاص عديت اول اسبوع وبدات في الاسبوع الثاني، هتتعلم ازاي؟ تتفرج على الفيديو، تكتب وراه اللي انت بتسمعه وتعلمه لحد تاني. وهنا بقى تعرف الميزه بتاعت زكاه العلم، انك لما تتعلم حاجه وتعلمها لحد عمرك ما هتنساها. ليه؟ لان ببساطه انت عمرك ما هتعرف تشرح حاجه الا ان كنت انت عارفها كويس. فلما تيجي تشرح لحد وتلاقي نفسك مش عارف تشرح، هترجع تشوف الدرس تاني، هتفهم اكتر، المعلومه هتثبت، هتراجع عليها تاني كده خلاص. طيب ازاي بقى في شهرين؟ كل لغه بيكون لها متوسط. يعني يقول لك اللغه الفلانيه عشان تتعلمها في 6 شهور تقدر تتعلمها لو بتذاكر كل يوم ساعه. طب خلاص انت عايز تتعلمها في شهرين، اضرب مده المذاكره في 3. يعني لو هي اللغه في 6 شهور كل يوم ساعه، ذاكر كل يوم 3 ساعات، في شهرين هتتعلمها، وهكذا. بس اهم نقطه زي ما قلت لك، اول اسبوع عشان ما تزهقش خليك فاهم انك عمرك ما هتفهم، بس انت بتتقدم. يعني اول اسبوع انت مش فاهم ولا حفظت كلمه، بس بتتقدم. مجرد ان ودانك بتاخد على السماع لغه جديده، وبتبدا بعد كده تستوعب ان الكلمه دي انا سمعتها قبل كده، دي هتوفر عليك قدام. زائد انك ممكن تلاقي كلمه 14 حرف بس هتلاقي فيها دايما 4 حروف بيجوا مع بعض وفي كلمات كتير، والاربع حروف دول بتنطقوا زي حرف واحد كده. فدي حاجه لما اول اسبوع يعدي عليك هتكون استوعبت القصه دي، واي كلمه هتشوفها بعدد حروف طويله مش هتتلخبط ومش هتتخض. وفي معلومه مشهوره جدا لكن هي مش حقيقي، ان اللغه بتيجي بالممارسه اكتر من المذاكره. يعني لو انت في المانيا وبتتكلم مع المان هتتكلم اسرع من لو انت بتذاكر الماني في مصر ومش معاك المان. الكلام ده مش حقيقي، لانك عشان تمارس لازم يكون معاك بدايات اللغه عشان تقدر تساله بلغته الكلمه دي معناها ايه او دي معناها ايه. لكن انت مش عارف حاجه على الابيض وتيجي تمارس، عمرك ما هتستفيد. لكن لو واحد بيذاكر ومش بيمارس هيوصل لمستويات كويسه في اللغه، هيكون ناقصه بس الاندماج في اللغه، انه مع اول ممارسه اسبوع اسبوعين هيتطور بسرعه. لكن ممارسه من غير مذاكره ما تنفعش، لكن مذاكره من غير ممارسه تنفع وهتتعلم اللغه. وفي موضوع النطق ده اعرف الصح واعمل الغلط مفيش مشكله. يعني في حروف كده كده تقيله على جنسيات تانية بره اللغه ما بيعرفوش يقولوها، دي موجوده، مشكله موجوده في كل اللغات. في كام حرف في الانجليزي منهم الار محدش بيعرف ينطقه زي اهل اللغه، احنا كعرب بنرول الار. وعندك الروس لما يجوا يتكلموا انجليزي يقول لك هاو ار يو، والهنود لما يجي يتكلم انجليزي يقول لك ثانك يو ماي فريند، وبيتكلموا بتون صوت كده، هو طبيعته كده، دي ما يقللش منه في شيء ولا مشكله. طبعا لو وصلت للنطق الافضل دي حاجه مهمه مش مشكله. يعني لو انت بتسعى انك تكون بتنطق اللغه زي اهلها حاول، ما فيش مشكله، بس مش تخلي دي النقطه اللي توقفك. زي الخناقات اللي انتوا بتشوفوها، تلاقي واحد طالع يراجع الانجليزي يقيم الانجليزي بتاع محمد صلاح، الانجليزي بتاع ويجز. طب انت اتكلم انجليزي وريح دماغك. انت فجأة تقيم واحد هو اصلا بيتكلم وحياته ماشيه. لا، انت تعلم اللغه بالقدر المطلوب واعرف مستواه. موضوع البي والبي والكلام ده اعرف الفروق بينهم. ده في اي لغه هتلاقي حروف زي كده، لكن اللي يطلع من لسانك قوله. اهم حاجه انك تكون بتتطور في اللغه وبتتكلم، لان في ناس بتجمد جو في النطق وهو عارف بس نطق الحرفين، يفضل يقول لك انت نطقت دي غلط نطقت دي صح، بشوفهم في الفيديوهات، لكن هو شوربه. وتلاقي مثلا واحد يفضل يعدل على قصه النطق، ولما يجي يقول لك مثلا بولندا بالعربي يقول لك هولندا. مش عندنا الحرف ده في العربي، بولندا بالعربي بولندا. البي الثقيله دي لما تيجي تقولها بولند.